السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. حبايب قلبي، النهاردة هنعمل سمك بولتي مشوي في الفرن، بس مش هنشويه ولا برده ولا بأي حاجة، هنشويه بطريقة سهلة جدا وبخلطة تحفة هتعجبكم ان شاء الله وتنور ضوءكم. بصوا السمك ابيض من جوه ازاي وجميل، ده دليل على ان السمك بتاعك نوعه حلو، وكمان التسوية بتاعته ممتازة. بصوا كده حبايب قلبي، دي صينية سمك سنجاري. انا عملته بطريقة سهلة وبسيطة جدا علشان ما يبقاش صعب على اي حد، وكمان الخلطة اللي انا عملته بيها جميلة جدا، هنشوفها مع بعض دلوقتي ومكوناتها سهلة وبسيطة ان شاء الله هتعجبكم. يلا تعالوا معايا نشوف عملنا الخلطة بتاعته ازاي. بصوا هنا يا حبايب قلبي، انا معايا سمك كده مفتوح سنجاري ومغسول كويس جدا ومنقوع في الليمون والخل زي القشطة. معايا التوابل بتاعتي عبارة عن ايه؟ كمون وملح وبابريكا، بهارات، كزبرة، وسنة شطة. معايا 4 قرون فلفل رومي متقطع بالشكل ده، معايا بصلاية مبشورة وعليها قرن فلفل حامي متقطع كده عشان يديلها طعم. والخلطة طبعا اللي معانا اللي عملناها سوا وفرزناها في الفريزر، اللي هي توم وفلفل وخل وملح وليمون، وكمان معايا عصير ليمونة كاملة. بس شايفين مكونات سهلة وبسيطة جدا هتخلي السمك بتاعك تحفة وطعمه جميل جدا، مش هتقدري تفرقيه عن اي سمك جاهز هتجيبيه من بره. هنحط كل المكونات بتاعتنا مع بعض على بعض كده بالشكل ده اهو. بصوا البصل بقى والفلفل والدقة اللي احنا كنا عاملينها وحطيناها في الفريزر فرزناها مع بعض، عايزة اقول لكم نفعتني جامد جامد اهو. بصوا هنقلب بقى كل المكونات دي بالشكل ده اهو. قلبيها كويس جدا علشان كل الخضار بتاعك او المكونات اللي انت حطيتيها تختلط بالتوابل وتكون طعمها احلى بالشكل ده كده. هنزل عليهم دلوقتي في معلقتين زيت عشان خاطر تدي السمك بتاعي لمعة وكمان تخلي طعمه جميل. هنقلب كده كويس جدا وهنبدأ بقى نحشي السمك بتاعنا بالخلطة الجبارة دي. عايزة اقول لكم تحفة، وهو شغال في الفرن كده وبيستوي كان قالب ريحة البيت كله. جربيها ان شاء الله هتعجبك بإذن الله. جبت الصينية بتاعتي، انا كان المفروض اعمله في صينية مربعة بس للأسف ما كانتش هتكفي السمك، فنقيت اكبر صينية عندي وعملته بيها، لكن برضو حسيت ان هو مش اللي في خيالي، بس الحمد لله برضو كان مستوي وكان جميل جدا. ابدأي بقى وزعي الخلطة بتاعتك كده على السمكية بتاعتك. بصوا بالشكل ده بحيث ان كل مكان في السمكية يتشرب كده من الخلطة بتاعتنا الجبارة دي. عايزة اقول لكم تحفة، طعمها في منتهى الجمال. جربيها بنفس الطريقة وقولي لي رأيك في الكومنتات. انت ممكن على فكرة تقفلي السمكية تاني، بس انا كنت حابة ان انا اخليها مفتوحة كده، والحمد لله طلعت النتيجة بتاعته كويسة جدا ومرضية الى حد ما. بس عايزة اقولك برضو الحجم بتاع السمكية كان عاوز صينية مربعة كبيرة او صاج كبير مربع، لكن للأسف ما كانتش هتاخد ال3 سمكات مع بعض، وانا كنت حابة الصراحة احطهم كلهم مع بعض. هتبقى بالشكل ده كده خلاص اخر سمكية. هنوزع برضو عليها الخلطة وخلاص كده خلصت كمية السمك بتاعتي وبقت بالشكل التحفة ده. انا مشغلة الفرن كده على درجة حرارة 200، وهدخل بقى الصينية بتاعتي وهسيبها لمدة نص ساعة وهرجع ابص عليه، لو لقيته استوى هطفي النار، لقيته لسه هسيبه تاني. وطلعت النتيجة بتاعتي هايلة بالطريقة دي. بصوا السمك مش لازق حتى في الصينية، ليه؟ لاني كنت حاطه له زيت، وكمان لما جيت ادخله الفرن رشيت عليه زيت من فوق فخلى بالشكل ده. بصوا قلبه ابيض ازاي،
شايفين؟ ده دليل ان هو ما تقرصش عليه في السوا، وفي نفس الوقت إن التمليحة بتاعتك ممتازة والسمك بتاعك تسويته هايلة. ايه رأيكم بقى في طريقة النهاردة؟ يا رب النهاردة طريقتي تكون عجبتكم، وخلطة بتاعت تسوية السمك وطريقة السمك النهاردة تكون عجبتكم. لو عجبتكم اضغطولنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واللي أول مرة يشوف قناتي يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا إشعار بكل فيديو جديد بننزله.